إذا بغى يخالف النبي ويعمل بدعة يعمل سبحة. ليش ما كفاش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول سبحوا بهن فإنهن مسؤولات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فهذه الأصابع لما نسبح بها هي تشهد لنا عند الله تعالى، والحجر ما يشهد لنا ولا السبحة ما تشهد لنا. في النبي من لم يكفيه هدي رسول الله فلا كفاه الله، اللي ما كفاش سنة النبي وسنة الصحابة فلا كفاه الله. فلا السبحة هذه النصارى، هذه ما هي الإسلام أبدا. وأخبركم باختصار مضحكة ومبكية. أنا كنت في حميان مشارف في الجزائر، وكنت تجاني متشدد، فجاني واحد اسمه بومدين شايب وأنا أقول صغير ما عندي لحية، قال لي يلا يا شيخ قوم نصلي. قلت له اصبر شوية حتى يتمكن الوقت. قال لا الوقت تمكن. قلت له عارف ولا أنا عارف، أنا هذا شغلي أنا. تخاصم معايا، قال لي ما عندك حروح هات لي قدام، روح اطلع روح طردني. أخذت سبحتي أنا ووجهتها مثل مكحلة هكذا لخيمته وأعطيته بها طلقة. راحوا في ذاك النهار أفضل أن يقل لي عنده الناقة الحمراء ضاعت راحت. جاني يجري يا سيدي محمد قطعت في خديمك والناقة الحمراء ضاعت. قلت له وش تسوي كان أنت تعديت علي وضاعت؟ قال من فضلك غير اعمل لي شي حاجة لعلها ترجع، ولا رجعت أبدا. فسبحانه اتخذناها مثل وثن نعبدها، هي وجهتها لذاك الخير. فهذا البدع ما يجي منها إلا شر.